تعالى في دقيقة واحدة بس أقول لك الفرق بين whole و all. whole معناها كامل أو بالكامل، واللي بيجي بعدها مفرد زي I ate the whole cake. أنا أكلت كعكة واحدة بس بالكامل. فهنا whole جه بعدها مفرد، لكن المفرد جه بالكامل. أنا أكلتها كلها بالكامل. مثال كمان: he read the whole book. هو قرأ الكتاب بالكامل. book هنا مفرد، وهول جت بقى قبلها، فاللي بيجي بعد هول دايما مفرد، وهول معناها بالكامل. انا عملت حاجة واحدة لكن عملتها بالكامل. لكن all هنا بقى معناها جميع او كل. زي ايه؟ زي all the students passed the exam. لو تاخد بالك بقى جه بعد all جمع students، ومش بس جمع، ده ممكن كمان يجي بعدها كمية. زي ايه؟ I drank all the water. انا شربت المية كل المية. فأقول ممكن تيجي بعدها جمع زي كل الطلاب، أو ممكن تيجي بعدها كمية زي all the water. جت هنا كمية. ما تنساش شوف باقي حلقات سلسلة في دقيقة، وأشوفك الفيديو الجاي إن شاء الله.